يا ووه زامك مكول يا ووه قوله بختي بختمه بختمه قوله هرنا براء يا ووه قوله هرنا براء يا ووه قوله سيا چاريم چاريم قوله دنگي دا يا ووه قوله دنگي دا يا ووه قوله حاجي مريم هر بركبه ملا ووه قوله حاجي مريم هر بركبه ملا ووه قوله من زامي زامنه ظالم زامك مكول يا ووه زامك مكول يا ووه بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. قوله بختي بختمه بختمه قوله هر نبراء يا ووه قوله هر نبراء يا ووه قوله ساقي سا جامه جامه قوله انججد اخيلم قوله انججد اخيلم قوله حاجي مريم هر بركبه ملاو قوله من زامي زامه ظالم زامك مكول يا ووه زامك مكول يا ووه كليان وكليان كليكي باوي كليان وكليان كليكي باوي ويني بهشتن ويروي دنياوي ويني بهشتن ويروي دنياوي. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بحلقات جديدة من برنامجكم الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك شيف حسن عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها عم تسمعونا، وعبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي. بترافقونا مشاهدة 3 ديسمبر كانون الثاني اليوم العالمي لذوي الهمم، فعالية ويوم سنوي لتذكير العالم، الحكومات والمجتمع المدني والأفراد بأهمية العمل المشترك لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، توفير بيئة مناسبة لعمل هؤلاء الأشخاص والعيش باستقلالية، المساهمة على قدم المساواة في المجتمع. لأهمية هذا الموضوع خصصنا هالحلقة لنتناول اليوم العالمي لذوي الهمم، ولنعرف أكثر معي بالاستديو الأخصائي النفسي الأستاذ راكان الأحمد. يسعد صباحك أستاذ راكان. صباحك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. بداية مستمعينا وأستاذ راكان، عندنا مقدمة تعريفية أعددناها حول موضوع حلقتنا، خلونا نستمع سوا للمقدمة وبنرجع لنبدأ حوارنا. تفضلوا. يصادف يوم 3 من شهر ديسمبر كانون الأول من كل عام اليوم العالمي لذوي الهمم، وهو يوم دولي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الهمم بهدف زيادة الفهم لقضايا الاحتياجات الخاصة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص، إلى جانب تحسين الوعي فيما يتعلق بإدخالهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. تعرف منظمة الصحة العالمية ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم الأفراد الذين لديهم إعاقة طويلة الأمد تؤثر على تفاعلهم مع بيئتهم
وتحد من قدراتهم على المشاركة بشكل كامل وفعال في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. ويشمل هذا التعريف جميع أنواع الإعاقات الجسدية والعقلية والنفسية والحسية. وبحسب أرقام وبيانات منظمة اليونيسف، هناك ما يقرب من 1.3 مليار شخص، بمعدل شخص واحد من كل 6 أشخاص في جميع أنحاء العالم يعانون من إعاقة كبيرة. وعن تأثير الصراعات والحروب في تفاقم معاناة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تأثيرها في زيادة النسب، أشارت تقارير دولية بأن النزاع في سوريا منذ عام 2011 تسبب في ارتفاع حاد بنسبة الإعاقات، منوهة أن مئات الآلاف من الأشخاص أصيبوا بإعاقات جسدية أو ذهنية نتيجة النزاع. من جانبها تقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هناك حوالي 1.5 مليون شخص من أصل 3 ملايين موثقين عام 2019 يعانون من إعاقات دائمة، بينما تم بتر أطراف أكثر من 86 ألف شخص. هذا وتعاني مناطق شمال وشرق سوريا من قلة عدد المراكز الخاصة بدعم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المنطقة، منها مركزا لذوي الاحتياجات الخاصة في عين عيسى لتأهيل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الهويدي في الرقة، وجمعية تيريج في كوباني، ومركز الشهيد إيريش، ومركز رنجين في قامشلو. وكان المؤتمر الأول لذوي الهمم في شمال وشرق سوريا قد عقد في عام 2023 في مقاطعة منبج، كما تم افتتاح مكتبا أساسيا ضمن هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية والإدارات المدنية لمتابعة أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المناطق. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام، وصباحك أستاذ راكان. صباحك. بداية خلينا نعطي لمحة أو تعريف حول هذا اليوم العالمي لذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. بالنسبة لليوم العالمي لذوي الهمم، هو ليس مجرد يوم في التقويم، بل هو مناسبة نستذكر فيها الجهود التي بذلت لدعم ذوي الهمم واحتياجاتهم. وكما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وفي هذه الآية الكريمة نلاحظ أن التكريم الإلهي قد جاء لجميع البشر بدون استثناء. طبعا تعريف اليوم العالمي لذوي الهمم هو يصادف في 3 ديسمبر من كل عام، يهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الهمم، إلى دمجهم ضمن المجتمع، إلى تعزيز حقوقهم، وإلى التعرف على قضاياهم بشكل أكبر. تذكير العالم، تذكير الحكومات، تذكير المؤسسات المجتمع المدني، تذكير الأفراد بأهمية العمل، التذكير لجميع فئات المجتمع، لجميع مؤسسات المجتمع، لجميع الأشخاص المعنيين بحقوق ذوي الهمم. نعم، وتأمين بيئة مناسبة لمشاركتهم ضمن المجتمع، ممارسة حقوقهم الأساسية كأي شخص. خلينا أستاذ راكان نتعرف أكثر معك، من هم ذو الهمم أو ذو الاحتياجات الخاصة، وما هي فئات أصحاب الهمم؟ بالنسبة لأشخاص ذوي الهمم، هم الأشخاص الذين لديهم إعاقات جسدية، حسية، نفسية، ولكنهم يتميزون بقدرات وإمكانيات حتى يحققوا الإبداع إذا أتيحت لهم الفرصة. إذا أتيحت لهم الفرصة والمجال لهم الفرصة والبيئة المناسبة. نعم صحيح. طبعا مصطلح ذوي الهمم هو يعكس الاحترام والتقدير لهم، ولا يركز فقط على الاحتياجات التي تواجههم والصعوبات التي تواجههم. بالنسبة للتصنيفات الأساسية، يوجد لدينا هناك مجموعة من التصنيفات، منها الإعاقة الحركية، والإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، والإعاقة العقلية، والإعاقة النفسية، والإعاقات المتعددة. بالنسبة للإعاقات الحركية، وهي ضعف القدرة على الحركة أو فقدان الحركة بسبب مشاكل عضوية. ممكن يكون شلل نصفي، أو ممكن يكون شلل نصفي، أو وتكون إعاقة حركية بسبب بتر أحد الأطراف. تماما. بالنسبة للإعاقة السمعية، وهي ضعف السمع أو فقدانه حسب درجات متفاوتة. نعم. بالنسبة للإعاقة البصرية، وهي ضعف البصر أو فقدانه حسب درجات متفاوتة. بالنسبة للإعاقة العقلية، وهي صعوبات التعلم وصعوبات التفكير وحتى صعوبات الأداء العقلي. ممكن متلازمة داون من ضمنها متلازمة داون أو التوحد، اضطراب ADHD، هذه كلها تندرج تحت الإعاقات العقلية أو ذوي احتياجات خاصة. الإعاقات الأخرى الإعاقات النفسية، نعم. وهي
تشير إلى مجموعة من الصعوبات التي تؤثر على الصحة النفسية التي تعيق اندماج الفرد ضمن المجتمع. بعض مشكلات الصحة النفسية، الإعاقات المتعددة، وهي عندما تجتمع أكثر من إعاقة في الشخص الواحد، تكون إعاقة حركية أو إعاقة نفسية أو إعاقة سمعية. أحيانا نوع محدد من الإعاقة ممكن تؤدي لإعاقة أخرى، يعني إذا كان شخص عنده إعاقة حركية وبيئة غير مناسبة لمساعدة هذا الشخص نفسيا ممكن يصير عنده إعاقة نفسية. أكيد طبعا الأشخاص ذوي الهمم هم يواجهون مجموعة من التحديات والتأثيرات النفسية والاجتماعية، تزيد من المصاعب وتزيد من الضغوطات عليهم، تزيد من الصعوبات والضغوطات النفسية على ذوي الهمم. وهنا يتطلب من المجتمع تكيف، مراعاة، تفهم لحقوقهم وواجباتهم. نعم، رح نتناول هالنقاط أستاذ ركان، ولكن عندنا استطلاع متابعينا الكرام أجره زملائنا فريق راديو بوير اف ام مع عدد من الناس حول موضوع حلقتنا. نستمع للآراء وبنرجع لنتابع الحوار. اتفضل. أصحابي الهمم أو فينا نقول الإنسان اللي عنده نقص بجسمه أو حتى بعقله، هذا الإنسان بيكون عنده احتياجات كثيرة. طبعا هي الاحتياجات تشمل النفسية والجسدية والمجتمعية كمان فينا نقول، لأنه المجتمع بشكل عام ينظر إلى نظرة دونية، وهاي طبعا مو بيدون، يعني هاي خلقة ربانية، لأنه إنسان يكون عنده نقص. طبعا لازم أول شيء من الجانب الصحي نحن نعتني بهدول الأشخاص. من الناحية الصحية الدواء يكون لازم، يعني احتياجات الدوائية إذا كان في مرض جسدي، مرض نفسي. طبعا مثل هدول الأشخاص كمان يعاني من أمراض نفسية. ليش؟ لأنه بيكون بعيد عن المجتمع، إن كان طفل ما في يتأقلم أو ما في يروح على المدرسة. يعني بكل تأكيد أي دولة أو حكومة لازم تضمن الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الهمم أو ما يسمى بذوي الاحتياجات الخاصة، يعني إلى جانب أنه يتمتعون بالحقوق الأساسية كمواطنين. فأي حكومة أو أي دولة لازم تضمن أنه يكون عندها قانون خاص بالأشخاص ذوي الهمم. هذا القانون يضمن لهم الحماية وتقديم الخدمات وتنمية المهارات ومشاركة إشراك هؤلاء الأشخاص في القرارات أو في أخذ القرارات الخاصة بهم أو الخاصة بالمجتمع. يعني بكل تأكيد دور المجتمع بتقديم المساعدة لهم شيء أساسي. فهون المجتمع لازم يتقبل هؤلاء الأشخاص. حقوق الأشخاص من ذوي الهمم، طبعا يحق لكل شخص من ذوي الهمم التمتع بحق المساواة والعدالة والتصويت والعمل والتعليم والتمتع بحياة اجتماعية خاصة تتضمن المشاركة بجميع الأنشطة الثقافية والرياضية. ويحق لذوي الهمم التمتع بجميع الحقوق الصحية بمراعاة الاحتياجات الخاصة التي يحتاجونها من أجل البقاء في صحة جيدة ونشاط عال. يمكن تقديم المساعدة لهم بمشاركة التجارب عن التحديات التي يواجهها ذو الهمم وتوعية الأشخاص الآخرين. أكيد في تحديات كبيرة وصعبة بتواجه هاي الفئة من الناس، وأغلب هاي التحديات بتكون ناتجة عن مشاكل نفسية ممكن أنه تسبب لهم كثير من الألم والضيق، الحزن، حتى القلق. وتوجد تحديات حركية كمان تتمثل بصعوبة الوصول للأماكن العامة على سبيل المثال، صعوبة الوصول إلى وسائل النقل، صعوبة التنقل، صعوبة الوصول للمباني، هاي الأمور. يعني بكل الأحوال هاي الفئة من الناس لابد من معاملة خاصة لها، وبنفس الوقت معاملتها كمعاملة أي شخص طبيعي، وأنه ما نحسسهم بهاي بالفرق بالمعاملة عن أي شخص سوي أو طبيعي. طبعا يحق لكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم التمتع بحق المساواة والعدالة والتصويت والعمل والتعليم والتمتع بحياة اجتماعية خاصة تتضمن المشاركة بجميع الأنشطة الثقافية والرياضية.
وكمان بجميع الحقوق الصحية بمراعاة الاحتياجات الخاصة التي يحتاجونها من أجل البقاء في صحة جيدة ونشاط عال. طبعا هناك عدة وسائل، منها نشارك تجارب عن التحديات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا يمكن أن نوعية الأشخاص الآخرين بالتصرفات والمصطلحات التي يجب تجنبها عند التعامل معهم. بعدين عندنا كمان ننشر مقالات عن حقوقهم في العمل والمدرسة، وأيضا يمكن أن نشارك روابط المواقع الإلكترونية للجهات التي تقدم الدعم لهم. من جد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام، وصباحك أستاذ راكان. صباح. استمعنا للآراء حول موضوع حلقتنا من الناس. كيف شفت الآراء؟ كيف شفت المعلومات يلي والنظرة والأفكار اللي إجت بهالاستطلاع؟ بالنسبة للآراء التي سمعتها كانت جيدة جدا. يوجد وعي لدى المجتمع، يوجد معرفة بحقوق ذوي الهمم، لكن الصعوبة التي لاحظتها كيف يمكن أن نطبق هذه الحقوق. الكثير يعرف هذه الحقوق ولكن لا يستطيع كيف يمكن أن ندمجها موجودة ضمن مجتمعنا، كيف أن ندمجها ضمن هذا المجتمع. آليات دمج هذه الحقوق ضمن المجتمع. أود أن أنوه إلى فكرة معينة، ألا وهي الفرق بين الإعاقة والإصابة. من خلال الآراء كثير مهم هالفكرة أستاذ راكان. أيوة، الإعاقة هي حالة دائمة أو طويلة الأمد تؤثر على القدرة الوظيفية للشخص، وتكون بسبب عوامل بيئية أو وراثية. أما الإصابة هي فقدان القدرة على الحركة بسبب حادث أو مرض. هنا طبعا الإصابة لا تكون طويلة الأمد، قد لا تكون طويلة الأمد لكنها تعيق قدرة الشخص على الحركة، ممكن يكون مؤقتة، وهي مؤقتة على الأقل، قد تكون مؤقتة إذن نتيجة حادث أو مرض. أما ممكن يكون في مشكلة جسدية بتستدعي علاج فيزيائي لفترة ما، هاي ما لها علاقة بالإعاقة، هي مجرد إصابة ناتجة عن حادث أو ظرف. صحيح. هنا الفرق بين الإعاقة والإصابة. نعم. تحدثوا أيضا عن دمج ذوي الهمم في المجتمع. كانت الآراء جميلة جدا، وكانت غنية بمجموعة من الأفكار حقيقة. تحدثوا عن الصعوبات أيضا، عن مقدمي الرعاية. وهنا أود أن أتحدث قليلا. طبعا مقدمي الرعاية هم خط الدفاع الأول في حياة ذوي الهمم، وقد يواجهون مجموعة من الصعوبات والتحديات، منها صعوبات نفسية واجتماعية. يواجه مقدمي الرعاية مجموعة من الصعوبات النفسية، منها الشعور بالإجهاد النفسي، منها الشعور أيضا بالعزلة، ومنها الشعور بالقلق، حيث يشعر مقدمي الرعاية بالإجهاد النفسي نتيجة محاولة توفير وقت دائم لذوي الهمم من أجل مساعدتهم. قد يشعرون بالعزلة بسبب تفريغ كامل وقتهم لخدمة ورعاية ذوي الهمم. وقد يشعرون بالقلق خوفا على مستقبل ذوي الهمم. كثير من الأشخاص الذين لديهم أشخاص من ذوي الهمم يكونون قلقين على مستقبلهم، عن رعايتهم، عن حقوقهم، عن آدائهم. نعم. تحدثت عن نقطة مهمة، مسألة الصعوبات والتحديات اللي بيعيشها مقدمي الرعاية أو الأشخاص الذين يعملون في المجال النفسي في المراكز، وخاصة المراكز تأهيل ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، على قلة هذه المراكز في منطقتنا، ولكن هم يكابدون يمكن ضغوطات وصعوبات أكثر. تحدثت عن مسائل مجتمعية تؤثر على عملهم، وتحدثت عن صعوبات فيما يتعلق بعوامل نفسية موجودة لدى الأشخاص اللي هن عم يحاولوا يساعدوهم فيما يتعلق بدمجهم وحلول المشكلات عندهم. أيضا أشار الاستطلاع لعدد من النقاط الهامة، أيضا مسألة الأهمية أن يكون في تقبل من المجتمع بداية. يعني نحن عم نتحدث عن مجتمع نسعى لأن يتقبل أشخاص ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا يعكس إلى أي مدى أنه في كتير عمل لازم نحن ننجزه لنصل للآلية اللي أنت أشرت لها. ومسألة يكون في آلية، نحن بحاجة لأساس لنبني على أساسه نتحرك من خلاله الآلية، يكون في حقوق فعلية. يعني أحد الأصوات أشار أنه لازم يكون في حقوق أساسية للشخص كشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة
إلى جانب أنه هو إنسان مواطن يجب أن يتمتع بحقوقه الأساسية، يعني يعمل، يتعلم، يكون في بيئة مناسبة. وأحد الأصوات أشار لمسألة التحديات الحركية، وهون ممكن يكون التطرق لمسألة البنية التحتية بالمجتمع. نحن رح نتناول هذا الموضوع في سياق اللقاء، ولكن خلينا أستاذ راكان، بتحب تضيف أي شيء؟ طبعا مجموعة التحديات التي تواجه مقدمي رعاية ذوي الهمم، منها تحديات مالية، منها تحديات اجتماعية، ومنها نقص التأهيل والتدريب. التحديات المالية بتأتي من عدم وجود دعم. التحديات المالية من عدم وجود دعم. أيضا قد يواجه مقدمي الرعاية لذوي الهمم مجموعة من التكاليف، منها تأمين احتياجاتهم، منها كأطراف صناعية، كراسي متحركة، أجهزة السمع أو حتى النظارات الطبية، وكلها كلفة ذو تكلفة مادية على مقدمي الرعاية. أيضا من النقاط المهمة التي يجب مراعاتها وهي نقص التأهيل والتدريب لمقدمي الرعاية. متى ما توفر تدريب وتأهيل لمقدمي الرعاية كان التعامل وتقديم الرعاية أسهل لهم وعاد بالفائدة على ذوي الهمم. لماذا لا يوجد هذا القدر الكافي أو هذه المساحة أو هذا المجال لوجود توعية بداية لمقدمي الرعاية بالمنطقة؟ هنا يعود من أين المشكلة في هذا الموضوع؟ يعني من أين يبدأ؟ المشاكل كثيرة التي تعيق، منها قلة المراكز التي تعمل بهذا الجانب. أيضا بسبب قلة الدعم، قلة الدعم سواء الحكومي أو الدولي أو المنظمات لمقدمي الرعاية، قلة المراكز التي تقدم هذه الخدمات. لا ننسى أن دعم ذوي الهمم لا يتعلق فقط بتوفير بيئة شاملة، إنما يجب أن يسهم هذا الدعم بتوفير وقدرتهم على تحقيق استقلاليتهم. متى ما توفر الدعم لمقدمي الرعاية ولذوي الهمم كان بإمكانية تحقيق استقلالهم وعيشهم باستقلالية أكبر. نعم. خلينا نتابع اللقاء. في عنا أسئلة كثيرة نحن عم نتناولها فيما يتعلق بذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. لكلنا كبشر أستاذ راكان ومتابعينا الكرام حقوق مشتركة، ولكن أحيانا بسبب الأوضاع أو الظروف البيولوجية أو الجسدية العقلية النفسية أو السيكولوجية ممكن يكون في احتياجات أكثر وبالتالي حقوق أكثر. خلينا نتعرف معك، ما هي حقوق ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة؟ حقوق ذوي الهمم هي ليست هبة أو امتياز تماما، إنما هي حقوق مشروعة قوانين دولية أو حتى تشريعات سماوية. طبعا بالنسبة لحقوق ذوي الهمم هي حقوق أي شخص طبيعي منها، ولكن يجب أن نميز إلى أن هذه الحقوق يجب أن تكون أكثر شمولية. طبعا من حقوق ذوي الهمم هي حق التعليم، حق الحماية، حق الرعاية، حق التعبير عن الرأي، حق اختيار الأديان، حقوق كأي حقوق إنسان، ولكن يجب أن تكون هذه الحقوق لها مراعاة خاصة، بحيث أن يكون حق التعليم أن تحتوي المدارس والمؤسسات التعليمية على أمور تناسب احتياجاتهم، أدوات تعليمية أو حتى أمور تناسب هذه الاحتياجات، مثل ضعف السمع أو ضعف البصر أو حتى مجسمات. هذه المجسمات التي تساعد الأشخاص ذوي صعوبات التعلم على تحقيق التعليم بشكل أكثر. حق الرعاية الصحية أيضا يجب أن يكون حقوقهم من الرعاية الصحية تكون كافية جيدة تناسب احتياجاتهم تناسب تطلعاتهم. حق العمل، هذا الحق هو حق لجميع البشر، ولكن يجب أن نركز على أن هذا الحق نمنحهم فرصة بالتساوي، فرصة بالعمل بأماكن تناسب احتياجاتهم وتخدم قدراتهم وتلبي احتياجاتهم. إذن يعني أكيد ما راح أجيب شخص من ذوي الهمم أوظفه بشي مؤسسة وأقول له هاك تفضل وأني ماني ملبي احتياجاته من مصعد خاص وفقا لقدراتهم واحتياجاتهم، توفير البيئة التحتية في هذه المؤسسات. نعم. ما هو واقع تلك الحقوق يعني في مجتمعنا برأيك؟ هل كل الأشخاص من ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال هم يتلقون التعليم؟ هل البنية التحتية في شوارعنا وأرصفتنا وممراتنا تناسب الحالة الجسدية لكل شخص لديه إعاقة حركية؟
بالنسبة للواقع، طبعا بواقع ببلدنا بشكل عام وخصوصا في الفترات الأخيرة بسبب الحرب أصبح هناك إهمال أو خلينا نقول تقصير بشكل عام بإكمال الخدمات التي تقدم لذوي الهمم بشكل عام. الحرب زاد من معاناة الأشخاص بسبب توقف هذه الخدمات عن الإكمالها، أو بسبب عدم تجهيز الأماكن، بسبب ضعف الخدمات الموالية، بسبب ضعف تأمين المرافق العامة. إذن برأيك هناك تهميش لحقوق وواقع هؤلاء الأشخاص في مجتمعنا؟ لا نقول تهميش وإنما نقول إهمال. يعني التهميش يكون معتمد، أما الإهمال قد يكون بسبب ظروف أو الحرب تقصير أو تقصير بشكل عام. نعم. هذا الأمر أفرزته واقع الحرب في منطقتنا. طبعا. طيب خلينا نتحدث عن التحديات أو الصعوبات التي يكابدها ذو الهمم أو ذو الاحتياجات الخاصة في الرحلة الشاقة للحصول على أبسط حقوقهم الأساسية. بالنسبة للتحديات، أولا هي ضعف الوعي المجتمعي. بداية ضعف الوعي المجتمعي، ضعف القوانين. يجب أن يكون هناك قوانين تنص على تأمين قوانين وأنظمة. نعم، قوانين وأنظمة تنظم تلك القوانين. نعم. تنظم هذه القوانين، تدخل دمج ذوي الهمم في المجتمعات، في المؤسسات. أيضا هذه القوانين تضمن تأمين حقوقهم، تأمين موارد مالية، تأمين موارد تعليمية تخصهم. هذا. وأيضا ضعف الوعي المجتمعي، يجب أن نركز على أن المجتمع من بعض الآراء اللي سمعناها، النظرة السائدة في المجتمع التي تكون تنقص من حقه. إلى هذه النقطة مهمة جدا، النظرة الدونية التي بعض من الأشخاص من المجتمع وليس المجتمع بأكمله، يعني من أين أتت أساسا؟ من أين يبدأ هذه النظرة في تكوين هذه النظرة لدى الأشخاص، لدى الأطفال، لدى الكبار؟ هذا من الأسرة؟ هذا يعود إلى ضعف الوعي المجتمعي بشكل عام. أيضا بسبب ابتعادنا عن الاتفاقيات، ابتعادنا عن حقوق الإنسان، عدم معرفتنا بشكل عام بحقوق الإنسان، عدم معرفة المجتمع بشكل عام بأهمية هذا الشخص. خلينا نبدأ أستاذ راكان، يعني بلا ما أقطع حديثك، أريد أن أشير لنقطة: ما أهمية أن يكون التوعية يبدأ من الأسرة بحد ذاتها؟ لأن الأسرة هي المجتمع، هو مجموعة من الأسر ومجموعة من المؤسسات وعدد كبير من الأفراد. كما قلت في بداية الحديث أن مقدمي الرعاية هم خط الدفاع الأول في حياة ذوي الهمم. فيجب أن يكون المجتمع بشكل فردي، بشكل أسري، هذه التوعية فردية، أسرية، مجتمعية بشكل عام، ضمن المدارس، ضمن المؤسسات، في الأماكن العامة. يجب أن تكون التوعية بحقوق ذوي الهمم وأهمية دمجهم في المجتمع. هذا الأمر يتطلب من منظمات المجتمع المدني أيضا، يعني هذا الأمر يتطلب من المجتمع بشكل عام، من أي شخص لديه حس إنساني. يجب أن يعمل على هذه التوعية ورفع وعي المجتمع. طبعا هناك سبل كثيرة، منها حلقات الإذاعية، منها جلسات التوعية المجتمعية، منها حتى استخدام ممكن دور العبادات أو الأديان، ممكن ندخلها من خطب الجمعة أو غيره، حتى يصل الحق لذوي الهمم. نعم. خلينا نتحدث عن نقطة أخرى، ونقطة مهمة جدا، نتحدث عن دمج، أهمية عملية الدمج. بداية خلينا نعرف معك ما المقصود بالدمج بداية، ودمج ذو الهمم ثانيا. بالنسبة لدمج ذوي الهمم، هو لا يعني توفير البنية التحتية من مصاعب. الدمج أستاذ راكان، بداية ما المقصود بالدمج؟ الدمج هو إدخال فئة معينة من شريحة ضمن هذا المجتمع الذي قد تكون معزول عنه. نعم. إذن الدمج المجتمعي هو إدخال أو السماح لهذه الفئة من الناس، من هذه الأشخاص، بالدخول والانخراط ضمن المناسبات الاجتماعية والفعاليات المجتمعية. نعم. هذا الدمج يعود بالنفع الكبير جدا اقتصاديا واجتماعيا. اقتصاديا من حيث أنه الأشخاص ذوي الهمم إذا أتيحت لهم الفرصة يمكن أن يقوموا بتقديم المزيد والمزيد من الإبداعات والنجاح والتميز، مما يثري الاقتصاد بشكل عام. بالنسبة للمجتمع، يعزز الدمج التنوع الثقافي والتنوع الاجتماعي، حتى يصبح لدينا مجتمع نستطيع أن نقول عنه مجتمع متساوي. ما أهمية أن يكون هناك إرادة فعلية مجتمعية في هذا الأمر؟ ما دور المجتمع
في دعم دور المجتمع هو يمكن أن نقول أن دور المجتمع يكمن في أهمية تقبل ذوي الهمم، في أهمية نشر الوعي بحقوق ذوي الهمم، في أهمية نشر الوعي وتقبل ذوي الهمم كأشخاص موجودين في هذا المجتمع، لهم ما لنا وعلينا ما عليهم بشكل. كيف ترى واقع الخدمات التي تقدم في منطقتنا لذوي الهمم؟ مع كل الجهود التي يتم تقديمها لا نستطيع أن نقول هذه الجهود ترتقي إلى درجة الجيد. لماذا؟ بسبب الظروف التي تعيشها البلاد، بسبب قلة الموارد المادية، بسبب ضعف الانتباه أو إلى الجانب الاهتمام لهذا الجانب. يجب أن نولي اهتماما لهذا الجانب على جميع الأصعدة، شخصية، اجتماعية، قانونية، مؤسساتية. يجب أن نولي اهتماما بحقوق ذوي الهمم وتأمين الخدمات التي تناسب احتياجاتهم. أهم تلك الخدمات برأيك وفقا لمجتمعنا؟ بتأمين مرافق عامة، تأمين وسائل نقل تخدم احتياجاتهم، تأمين بنية تحتية بشكل عام، تأمين وتجهيز الأماكن العامة سواء المؤسسات سواء المدارس بأمور تناسب احتياجات ذوي الهمم، حتى وسائل النقل العامة. والحقوق والأمور التي يجب أن نوليها الاهتمام هي كثيرة جدا جدا، منها وبالخص أود أن أذكر التعليم متى ما كان هناك تعليم يسمح للأطفال ذوي الهمم بالاندماج والانخراط ضمن أقرانهم، متى ما أصبح الوعي لدينا بحقوق ذوي الهمم هو كبير جدا. يعني نحن تقريبا حلقتنا بختامها أستاذ راكان، إذا في نقاط بتحب تضيفها تغني الحلقة تفضل. بالنسبة للنقاط التي قد أضيفها، أود أن أتحدث عن إنجازات ذوي الهمم. إذا ما لاحظنا حول العالم فإن إنجازات ذوي الهمم كثيرة جدا، ويوجد الكثير من العلماء والكثير من المتحدثين هم من ذوي الهمم، ولكنهم أثروا هذا العالم بالكثير من النجاحات. هذه النجاحات وهذه الأمثلة التي منها ستيفن الذي رغم إعاقته أصبح في عالم في الفيزياء. هنا تعكس لنا على أن النجاح لا يعتمد فقط على القدرات الجسدية، إنما يعتمد على قوة العزيمة والإرادة. إذا في رسائل أو توصيات بتحب توجهها للأهالي، التوصيات وللأشخاص اللي عم يتابعونا من ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. بالنسبة للتوصيات للمجتمع، أود أن أوجه رسالة للعائلات، رسالة للمؤسسات التعليمية، ورسالة لأصحاب القرار. بالنسبة للعائلات، كونوا أول الداعمين لأبنائكم، فكل نجاح صغير يعتبر نجاح كبير في حياة ذوي الهمم. بالنسبة للمؤسسات، اهتموا بتوفير بيئة تعليمية تدعم جميع الطلاب، اهتموا بتدريب المعلمين على التعامل مع ذوي الهمم. بالنسبة للمجتمع ككل، تقبلوا ذوي الهمم كشركاء في المجتمع وكونوا صوتا داعما لقضاياهم. بالنسبة لأصحاب القرار، استثمروا في المبادرات والبرامج التي تضمن دمج ذوي الهمم في الحياة وفي سوق العمل. يجب إلى إيجاد قوانين تنص على تحقيق احتياجات ذوي الهمم. بالنسبة للمجتمع بشكل عام، تقبل ذوي الهمم كشركاء. وبالنهاية قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وهذا يلزمنا بأن نعمل معا لتحقيق المساواة من أجل تحقيق مجتمع مندمج في جميع أعضائه ومكوناته، حتى نستطيع أن نقول أن هذا المجتمع يدعم حقوق الإنسان وحقوق ذوي الهمم بشكل عام. نعم. الأستاذ راكان الأحمد، الأخصائي الاجتماعي، كنت معنا بالاستوديو تناولنا موضوع مهم، اليوم العالمي لذوي الهمم. كثير شكر لحضرتك، وكثير شكر لكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير FM يلي عم تسمعونا عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها، ويلي رافقونا عبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك مشاهدة. كنت معكم من وراء المايك شيف حسن، انظرونا بحلقات قادمة، إلى اللقاء. بوير FM. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.